السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مذيعة مصرية شنت هجوما قويا على المتحدث الرسمي لنادي الهلال هيثم الصباط. شنت مذيعة مصرية معروفة هجوما قويا على المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني هيثم الصباط، وذلك بعد أن قام بإهداء فوز فريقه على الأهلي المصري لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والإعلامي عمرو أديب. وبحسب ما شاهدوا محررو مواقع النيليين، فقد هجمت المذيعة مي حلمي وعبر برنامجها الحكام الذي يضيع المباراة الهلال والأهلي المصري على قناة الحدث اليوم المصرية، وطلبت مني المتحدث الرسمي لنادي الهلال بالابتعاد عن إثارة الفتنة بين قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك ردا على تصريحاته الأخيرة، واعتبرت أن الأهلي والزمالك إخوة ومع بعضهم ولا يسمح لأي شخص بالتدخل بينهم. كما ذكرت أن الهلال ليس ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان، وأن من حقه الاحتفال بالفوز على نادي كبير مثل الأهلي، لكن بعيدا عن إثارة الفتنة.